العالي نظمه ويراه مثل الشعر والهذيان، فليأت منه بسورة أو آية فإذا رأى النظمين يشتبهان، فلينفرد باسم الألوهة وليكن رب البرية وليقل سبحان، فإذا تناقض نظمه فليلبس ثوب النقيصة صاغرا بهوان، أو فليقر بأنه تنزيل من سماه في نص الكتاب مثاني، لا ريب فيه بأنه تنزيله، فبداية التنزيل في رمضان، الله فصله وأحكم آيه وتلاه تنزيلا بلا ألحان، وقوله وكلامه وخطابه بفصاحة وبلاغة وبيان، هو حكمه هو علمه هو نوره وصراطه الهادي إلى الرضوان، جمع العلوم دقيقها وجليلها فبه يصول العلم الرباني، قصص على خير البرية كلماته منظومة وحروفه بتمام ألفاظ وحسن معاني، قصص على خير البرية قصه ربي فأحسن أيما إحساني، وأبان فيه حلاله وحرامه ونهى عن الآثام والعصيان، من قال إن الله خالق قومه فقد استحل عبادة الأوثان، من قال فيه عبارة وحكاية فقد يجرع من حميم الثاني، من قال إن حروفه مخلوقة فلعنه المهجر كل أوان، لا تلقى مبتدعا ولا متزندقا إلا بعبسة مالك الغضبان، والوقف في القرآن خبث باطل وخداع كل مذبذب حيران، قل غير مخلوق كلام إلهنا وعجل ولا تك في الإجابة واني، أهل الشريعة أيقنوا بنزوله والقائلون بخلقه شكلان، وتجنب اللفظين إن كليهما ومقال جهم عندنا سيان، يا أيها السني خذ بوصيتي واخصص بذلك جملة الإخوان، واقبل وصية مشفق متودد واسمع بفهم حاضر يرضاني، كن في أمورك كلها متوسطا عدلا بلا نقص ولا رجحان، واعلم بأن الله رب واحد متنزه عن ثالث أو ثاني، الأول المبدي بغير بداية والآخر المفني وليس بفاني، وكلامه صفة له وجلالة منه بلا أمد ولا حدثان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ما شاء الله.